بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى نحركم لايك وشير واشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. بفضل وليس امر نشترك في القناه. بعد اذن حضراتكم، النادي الاهلي جاهز ان شاء الله لمواجهه سيراميكا. النادي الاهلي يواجه سيراميكا غدا ان شاء الله في تمام الساعه 8 مساء. يعني مباراه مش سهله. اي حد في متخيلته او فاكر ان دي مباراه سهله، انا بقول لك انت بتحلم مع غيابات او مع 11 لاعب غايب عن نادي سيراميكا، ولكن في عناصر تانية موجودة، عناصر افضل من اللي غايبة طبعا، او مفيش فرق بين اللي غايب واللي موجود. يعني نادي سيراميكا كله لعيبة مدجج بالنجوم، فمباراة ليست بالسهلة. محدش يعتقد او يفتكر ان دي مباراة سهلة، يا جماعة مباراة صعبة جدا. يعني بس ان شاء الله يعني لعيبتنا ان شاء الله يقدروا يفرحونا ونفوز بالمباراة. ده غير كمان ان عندهم حارس اسمه محمد بسام، يعني ما شاء الله عليه، بيجي قدام الاهلي حرفيا او في ماتشات الاهلي وبيقلب نوير. محمد بسام بيقلب نوير يا جماعة. بوفن، شوفوا تقول ده، لا ده ازاي ده اصلا مش اساسي منتخب مصر في ماتشات الاهلي بس. هو توفيق من ربنا طبعا، ربنا بيبقى موفقهم في مباراة الاهلي سبحان الله. اتفرج عليه قدام ماتشات الزمالك تقول ازاي ده حارس مرمى. حرفيا والله يا جماعه، انا مش بقول ده بيفوت ولا لا، هو سبحان الله بيبقى توفيق. بيبقى توفيق من عند ربنا، توفيق واجتهاد. ربنا بيبقى موفقه في ماتشات الاهلي. ماتشات الزمالك مش محظوظ بالمره، مش محظوظ. يعني بتدخل فيه اهداف غريبه جدا، غريبه جدا، تقول ازاي ده حارس مرمى. مش موضوعنا. ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون في الموعد والاهلي يفرح جماهيره. العبوا يا رجاله، العبوا عشان تفرحوا الجمهور، العبوا عشان تفرحوا الناس اللي دي يعني العبوا عشان تفرحوا الجماهير اللي بتتفرج عليكم بالملايين، الجماهير اللي مستنيه اي حاجه تفرحها. العبوا عشان تفرحوا الناس دي، العبوا عشان تفرحوا ناس يعني بتبقى سايبه كل حاجه وسايبه الدنيا وقاعده بتتفرج عليكم. فالعبوا وفرحوا الناس دي. اكسبوا 6 ماتشات صعبين جدا، واحنا معاكم ووراكم وفي ظهركم، وبنقول هما مش سهلين، ولكن انتوا قدها. انتوا قدها. حتى لو بتلعبوا من غير مدير فني فدي قصة تانية ملناش دعوة بيها. انتوا العبوا. انتوا بتلعبوا بتيشيرت النادي الاهلي، بتلعبوا باسم النادي الاهلي، بتلعبوا باسم الكيان الكبير. فما ينفعش يا جماعة ان احنا يعني نطلع من موسم صفري. اعتقد الاهلي ما عملهاش في تاريخه ان الاهلي يخرج بموسم صفري. فركزوا في البطولة اللي فاضلة بالله.